الغاء الدوري المصري رسميا بعد انسحاب الاهلي امام الزمالك و10 انديه بيتضامنوا مع الاهلي. وايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ انا عايز اقول كلمتين للاهلي وكلمتين للزمالك وكلمتين لاتحاد الكوره. مبدئيا كده الاهلي بيقول انا لو اتخصم مني 3 نقط انا هنسحب من بطوله الدوري، ومعايا الانديه دي متضامنه معايا كده 9 انديه وانا العاشر 10 انديه، يعني هينسحبوا من الدوري كده، الدوري هيتلغي بدون فائز. ده الكلام اللي بيقوله النادي الاهلي. وانا حابب بس اقول للنادي الاهلي حاجه واحده، الانديه اللي متضامنه مع قرارك انت في الانسحاب يعني متضامنين معاك عشان هم اصلا يعني بينافسوا على الهبوط، فالغاء الدوري يعني من مصلحتهم، مش عشان انت قرارك صح، لا هو عشان مصلحتهم مش اكتر. كلمتين لنادي الزمالك، الكلام ده لو حصل واتلغى الدوري علشان النادي الاهلي ما يتخصمش منه النقط واتلغي الدوري بدون يعني فائز، احب اقول لك انت لو وافقت على الكلام ده وشاركت تاني في الدوري المصري تبقى نادي مهزأ، نادي ما عندكش دم، نادي بتحب تشارك دور المظلوميه وبتشارك دور يعني مش بتاع كومبارس في الدوري. لو انت قبلت الوضع ده تبقى كومبارس في الدوري وما تلومش الا نفسك بعد كده. كلمتين لاتحاد الكوره، الكلام ده لو حصل من الاخر كده تبقى انتوا كراسي بس، كراسي بس، والاهلي نادي الدوله ونادي غصب عن عين الكبير فيكم. يعني ده اللي بيمشي الدوله كلها والدوري كله على دماغه، يبقى انتوا كده مالكوش اي لازمه. هم حالين قدام الاتحاد الكوره، لو هم رجاله بجد اي نادي طالب الغاء الدوري ينزل درجه رابعه. تاني حاجه، لو انتوا عايزين تلغوا الدوري خلاص ينتهي بنفس يعني الترتيب، وبيراميدز ياخد الدوري والنادي الاهلي هو طبعا طالب الانسحاب يعني ينزل بقى درجه رابعه، ونادي الزمالك يخش دوري الابطال مع بيراميدز. غير كده انتوا بقى من الاخر كده ولا ليكوا اي لازمه، والنادي الاهلي كبير عليكم، والنادي الاهلي غصب عن عين الدوله وغصب عن عين اي حد. كل الناس يقولوا في الكومنتات ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل، وتتوقع ايه؟ الاهلي هيكسب غصب عن عين اي حد ولا الزمالك لا حول ولا قوه؟